عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بناتي حلوين؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وجمال. انا جيجي معاكم، رجعت لكم النهارده بوصفه خطيره جدا جدا جدا، وصفه لتنعيم الشعر وفرد الشعر وترطيب الشعر، ويعني مش عايزه اقول لك بقى وصفه رائعه جدا جدا. مش هتحتاجي لا للاستشوار ولا للمكوى تاني خالص، بس انتي استمري على الوصفه دي وبعد كده هتدعي لي زي كل مره. بس قبل ما نقول الوصفه هنعمل ايه؟ لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ولو انت اول مره تشوفيه انزلي تحت هتلاقي كلمه اشتراك باللون الاحمر، دوس عليها وفعل الجرس. ويلا بقى نبدا بينا. ايه هي الوصفه؟ وصفتنا النهارده يا جماعه، اول حاجه معانا الخميره. الخميره دي طبعا معروفه من ايام الفراعنه، يعني من زمان قوي، جميله جدا للشعر، يعني بتفرد بطريقه مذهله بصراحه. يعني انا لما جربتها اتوهمت بصراحه. استمريت عليها اول شعري ناعم شويه، بس يعني استمريت عليها ونعمت شعري اكتر واكتر. جميله جدا الخميره، ومن زمان الزمن وهما بيتكلموا عن الخميره دي. هنعمل النهارده معانا ايه؟ معانا الخميره ومعانا الزبادي. طبعا كلنا عارفين ان الزبادي بيرطب البشره وبيرطب الشعر، يعني مش هقول لكم كمان في ماده الزنك دي فظيعه جدا جدا للبشره وللشعر، بترطب بطريقه جميله جدا جدا. ومعانا زيت جانسون بتاع الاطفال. زيت الجانسون ده طبعا برضو بيرطب وبيلمع وبيدي لمعان فظيع للبشره وللجلد. يعني في ناس تقولك لا انا مستخدموش لبشرتي ومش عارفه ايه، لا زيت الجانسون ده فظيع بصراحه، جميل جدا جدا جدا. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها ايه هي؟ هو الخميره. بس المقص هنحط كيس الخميره كله اهي. تمام. طبعا الخميره عامله زي الحبيبات اهي يا جماعه، والله الخميره دي فظيعه بصراحه للبشره وللشعر، مذهله. وايه دي؟ هنحط عليها علبه الزبادي طبعا حسب انت بقى شعرك طوله ايه. يعني لو متوسط زي كده تستخدمي ايه؟ علبه كده. لو طويله تستخدمي العلبه كبيره، وممكن تستخدمي كمان علبه ونص. هنقلب كويس لحد بس ما يتجانسوا مع بعض الخميره والزبادي. لازم نفك الزبادي خالص. طبعا زي ما قلت لك لو شعرك طويل هتضاعفي الكميه بتاعته عشان خاطر ايه؟ يقضي معاكي، يعني كميه تقضي معاكي. تفضلي تعملي فيه كده عشان خاطر بس ما يكلكعش معاكي. نقلب كويس جدا لحد ما يبقى كريمي معانا، ما تخلوش يكلكع معاكي خالص، يعني لازم تفكيه من بعضه. بصي هفضل برضو اقلب فيه، انا حاسه ان فيه كلاكيع صغيره عشان بس افك الزبادي مع الخميره كويس جدا. هيبقى معاكي كريم حلو قوي قوي قوي. اهو بصوا بقى كريمي خالص خالص خالص. هنحط دلوقتي بقى الزيت الجانسون. هتحطي يعني من معلقتين ل3 معالق كبار، عشان لو شعرك طبعا طويل زي ما انا قلتلك. الوصفه دي يا جماعه خطيره جدا، والله خطيره جدا جدا. انا جربتها
فقلت لازم انتوا كمان تجربوها وتشوفوها، هتعجبكم باذن الله. هنقلب بقى كويس جدا. طبعا انتوا عارفين ان زيت الجنسول كمان بيرطب جامد، زي ما قلت لكم بيرطب جامد جدا جدا البشره، الجلد والشعر، يعني فظيع بصراحه. هنفضل نقلب فيه كده اهو لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض، الزبادي والخميره والزيت. في ناس بقى بتحط عليه كمان زيت زيتون او زيت جوز الهند، برضو روعه روعه روعه. بصوا بعمل ازاي. هنفضل نقلب كده كله تجانس مع بعضه خالص اهو. هنعمل ايه بقى؟ طريقه الاستخدام بتاعته ايه هي؟ هنعمل ايه؟ لازم الشعر يبقى نظيف خالص. بصي يعني تنضفيه خالص من كل الزيوت اللي فيه. بعد كده هتحطي الماسك دوت على شعرك لمده ساعه، لمده ساعه. طبعا هنعمل ايه؟ هناخد زي ما احنا متعودين بالفرشه كده اهي، وهناخد من فوق لتحت، من فوق لتحت بالفرشه كده، من فوق من عند الفروه لحد تحت، لحد طرف اكنك بتصبغي شعرك بالظبط. ماشي. بعد كده هتعملي ايه؟ هتحطيه ساعه. بعد كده هتغسلي شعرك كويس جدا بالشامبو بتاعك، وهتنشفي بفوطه قطن. لازم يا جماعه فوطه قطن، لازم فوطه قطن. وهتلفيه كويس جدا طاقيه، وتفرجي بعد كده بقى هيبقى شعرك عامل ازاي. بس استمري على الوصفه دي، هتعجبك جدا جدا، استمري عليها. دي كانت وصفتنا النهارده، هي وصفه بسيطه بس خطيره جميله وهتعجبك جدا. ما تنسوش تعملوا لي ايه بقى؟ لايك وشير وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا بقى، باي باي.